كاس العالم للأندية خلاص على الأبواب، واللي هنشوف فيه أندية كتير بتشارك لأول مرة زي مثلا مانشستر سيتي، واللي هنشوف فيه برضه ماتش بين فريقين عربيين كبار هيتكرر للمرة الثانية بعد كاس عالم 2005، واللي هيكون بين النادي الأهلي ونادي اتحاد جدة. يلا عشان ما اطولش عليك، معاكم أحمد مجاهد وحلقة جديدة من بلاي ميكر. يلا بينا نشوف الفيديو ده بيقول ايه. تعالى نبدا سريعا كده بالانديه اللي مشاركه في كاس العالم للانديه، وشكل الخريطه هيكون عامل ازاي من الدور التمهيدي لحد ماتش الفاينل. طبعا زي ما احنا عارفين الماتش الاول هيكون في الدور التمهيدي بين نادي اوكلاند سيتي اللي متاهل عن قاره اوقيانوسيا، ودي تعتبر المشاركه ال11 ليه في كاس العالم للانديه، واللي هيلاعب صاحب الارض نادي اتحاد جده اللي بيشارك للمره الثانيه ليه في كاس العالم، بس المره دي مش بصفته كبطل اسيا لكن بصفته بطل الدوله المستضيفه لكاس العالم للانديه. الفرقتين دول هيلعبوا في الدور التمهيدي للبطوله، عشان اللي هيكسب فيهم هيقابل النادي الاهلي المصري في الدور ربع النهائي، واللي تعتبر دي المشاركه التاسعه للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه. وعلى الجانب الاخر هتلاقي نادي كلوب ليون المكسيكي اللي بيشارك لاول مره في تاريخه في كاس العالم للانديه بعد ما قدر يحقق بطوله الكونكاكاف لاول مره في تاريخه، واللي هيقابل نادي اوراوا ريدز الياباني واللي بيشارك بصفته بطل دوري ابطال اسيا، واللي تعتبر المشاركه الثالثه ليه في كاس العالم للانديه. وكان احسن انجاز قدر يوصل له النادي ده انه قدر يحقق المركز الثالث سنه 2007. وفي دور نص النهائي هنلاقي نادي فلومينينسي البرازيلي هيستنى يقابل الكسبان من ماتش الاهلي المصري والفايز من الدور التمهيدي اللي هو اتحاد جده واوكلاند سيتي. وفي الناحيه الثانيه هنلاقي مانشستر سيتي اللي بيشارك لاول مره في كاس العالم للانديه عشان دي اول مره ياخد فيها دوري ابطال اوروبا، مستني طبعا اللي يكسب من ماتش كلوب ليون المكسيكي ونادي اوراوا ريدز الياباني. تعالى طب نشوف الاهلي بالقائمه اللي هو مسافر بيها بحظوظه في البطوله دي، بايه دوافعه، ده عايز ايه اصلا من البطوله. مبدئيا كده قبل ما اخش اتكلم في القائمه بتاعه النادي الاهلي، انا بس عايز اقول ان دي تعتبر اسهل نسخه كاس عالم انديه للنادي الاهلي ممكن يقابلها بعد كده، عشان من اول السنه الجايه او من اول النسخه اللي جايه كاس العالم نظامه هيختلف تماما، هيبقى 24 فريق، انديه كتيره جايه من اوروبا، انديه كتيره هتصعد من افريقيا، مش نظام بطل كل قاره هو اللي بيلعب. فالموضوع هيبقى معقد قوي ومش سهل قوي ان انت كل نسخه كاس عالم تشوف الاهلي في السيمي فاينل او تتمنى وصول الاهلي للفاينل. فعشان كده انا بعتبر دي اسهل نسخه الاهلي لو عايز يكسر فيها الرقم بتاع المركز الثالث، هي دي اللي قدامه. اللي جاي مش بقول مستحيل، بس مش هيبقى بسهوله المره دي. فانا اتمنى ان الاهلي يستغل النسخه دي كاخر نسخه لكاس العالم بنظامه القديم ويعمل فيها انجاز. الله اعلم هيبقى من السهل انه يعمله بعد كده ولا لا، ولكن للاسف الاهلي بقى له فتره كبيره جدا بيعاني من مشكله تسجيل الاهداف او اللمسه الاخيره. شفناه في الماتش الاخير ليه في الدوري، شفناه في الماتش الاخير ليه مع شباب بلوزداد في دوري ابطال افريقيا. الاهلي بيوصل وبيعمل كل حاجه، بس التسجيل مش عنده. لعيبه بتوصل، كهربا بيوصل، الشحات بيوصل، اي حد في ال18 بتجيله كوره على الاقل، بس المشكله في اللمسه الاخيره. فهل هي فعلا ثقه لعيبه في نفسها او توتر او حاله نفسيه زي ما كولر طلع وقال، ولا هي دي امكانيات اللعيبه اخر اللعيبه كده؟ انا عن نفسي ما ملش لحته ان دي امكانيات اللعيبه او دي اخر اللعيبه، لان اللعيبه دي نفسها كانت من سنه او من 6 شهور او من شهرين بتجيب جون والتاني والتالت، وحته عدم ثقه اللعيبه في نفسها مستبعدها برضه شويه، مش بلاقيها قوي. ممكن يكون حاجه نفسيه تانية، ما فيش دوافع عند اللعيبه فكت شويه وده بيحصل. اللعيبه حاسه ان هم تقال، الراجل بيجي له كل لعيب بيجي له كورتين 3 انفراد، فحاسين ان احنا نقدر في اي وقت. لكن حته برضه ان اللعيبه مهزوزه او مش واثقه في نفسها، مش قادر اصدقها 100%. ليه؟ عشان كل اللعيبه دي لعبوا بطولات افريقيا، لعبوا بطولات محليه، لعبوا نهائيات، لعبوا منتخبات، سواء اللعيبه المصريين او اللعيبه المحترفين في الاهلي. فيمكن انا اخدها ان هي اللعيبه فكه، اللعيبه مستسهله الدنيا شويه، واللي 100% مش مقبول تماما من لعيبه الاهلي. بس انا مش شايف ان هي حاجه نفسيه، انا حاسس ان كولر طالع يعني ايه بيقول، يعني بيجمل الصوره قدامنا عشان يعرف يتحاسب هو معاهم جوه. لان مش صح ان المدرب يطلع يعيب في لعيبته في مؤتمر صحفي او يتكلم قدام الناس بشكل مش كويس على اللعيبه بتاعته. واللي انا متاكد ان كل الانتقادات اللي بتتوجه لكولر في الفتره الاخيره، كل الانتقادات اللي بتتوجه للعيبه الاهلي في الفتره الاخيره هتتمحي تماما لو الاهلي بيقدر يسجل جون والتاني والتالت في الماتش. يعني اخر ماتش للاهلي قبل كاس العالم للانديه هو ماتش شباب بلوزداد، الشوط الاول حرفيا يطلع بالميت 3-4-0 للاهلي.
الشوط الثاني الاهلي يقدر يجيب جون والتاني. لو كان نص الفرص دي الاهلي استغلها كل الانتقادات دي هتروح. قيس على كده بقى كل الماتشات اللي فاتت هي الفكره، بس الاهلي مكنه شغاله بس ما بيطلعلكش خرج، فانت مش عاجبك مش مبسوط، فبتبتدي بقى ايه تطلع القطط الفطسان. لو في اوتبوت، لو في نتائج بتحصل، لو في نتائج ايجابيه مش هتتكلم بالشكل ده. طيب تعالى كده نشوف القايمه اللي كولر اعلنها اللي هتسافر معاه للسعوديه. خد في حراسه المرمى الشناوي ومصطفى شوبير وحمزه علي، في خط الظهر معلول والدبيس، منعم، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه وهاني وخالد عبد الفتاح واكرم توفيق، وفي نص الملعب السوليه وديانج وامام عاشور ومروان نبيل كوكا وطاهر وحسين الشحات وقفشه وكريم فؤاد، وفي الهجوم كهربا وبيرسي تاو ومودست. عندي بس كلام على مودست عشان عمري ما اتكلمت عليه قبل كده، ان الراجل ده انا ماليش دعوه بسرعته او بطئه او ايا كان، بس الراجل ده في سنه ده ستايله ستايل لاعب واقف جوه ال 18، لاعب ما بيطلعش من ال 18. طلع بره ال 18 لو هو احسن واحد هداف مش هتستفيد بيه، عشان هتخلق له مساحات هو مش هيعرف يتحرك فيها، مش هيعرف يجري. لو عملت له انفرادات من مش هقول لك من نص الملعب، لو عملت له انفرادات من بره ال 18 بخطوتين، ابطا لاعب في الملعب يقدر يحصله ويجيب. هو لاعب ما يجريش بالكوره، لاعب يفضل واقف في ال 18 وتلعب له عرضيات، تلعب له من بين الخطوط السروهات القصيره دي وتوديه على الجول. ساعتها مش بقول هيشتغل، هنشوف اذا كان كويس ولا لا. الاهلي بقى طول الفتره اللي فاتت دي ما بيلعبش بالشكل ده، الاهلي ما بيعملش التكتل الهجومي اللي دايما في واحد بيبقى متمركز في ال 18 لفترات طويله، الاهلي ما بيعملش الطريقه دي. فمودست مع الاهلي مش عارفين نحطه في حته الاختبار اذا كان ينفع ولا ما ينفعش، فعشان كده كل الريزلتس بتاعته، كل النتائج بتاعت مودست صفر، ولو فضل بكده هيفضل صفر. هو محتاج طريقه لعب مختلفه تماما عن اللي الاهلي بيلعب بيها، محتاج طريقه لعب تانية عشان نقدر نقيمه اذا كان ينفع ولا ما ينفعش، عشان نقدر لما تروح له الكوره نشوف اتصرف فيها ولا اتصرف غلط. لكن طول ما بتديله الكوره في المساحات، طول ما بتطالبه انه يجري، طول ما بتطالبه انه يعمل حاجات من بره الصندوق، هو صفر. انسى يعني. يفضل انك تطلعها بره، يفضل انك ترجعها للشناوي. يعني بالبلدي كده انت بتخسر الكوره لما بتطالب مودست انه يلعب الكوره اكتر من لمسه. هو مودست ده واحد يبقى واقف في 18 يلعب من لمسه، عرضيه ياخد من لمسه، عرضيه على الارض لمسه، سروق قصير لمسه، وهنشوف بقى اللمسه دي هتجيب ولا لا يا باشا. انت كده كده مش نافع، لكن غير كده احنا بنضيع وقت معاه والله. طيب تعالى بقى اتكلم على الغيابات اللي فيها مثلا رضا سليم ومتولي وكريم ندفد للاصابه، واللي فيها برضو صلاح محسن واحمد عبد القادر وكريستو مستبعدين من القائمه. بس كولر قرر ان الثلاثه دول هياخدهم معاه البطوله لاكتر من سبب. الاولاني ان الفيفا بتدي لك فرصه ان انت تأيد اي لعيب من بره القائمه لحد قبل بدايه البطوله ب 24 ساعه او 48 ساعه تقريبا، لو حصل لك اي اصابات في القائمه الاساسيه. ده اولا، فعايز يبقى معاه كده ناس احتياطي عشان لا قدر الله في اسوء الظروف. تعالى بقى للسيناريو الثاني، الاهلي لو ربنا كتب له وفاز اول ماتش هيلعب السيمي فاينل وهيلعب ماتش كمان سواء بقى الثالث والرابع او الفاينل ايا كان، فساعتها الاهلي واخد القرار انه هيطلع من السعوديه على الامارات عشان يشارك في السوبر المصري. فمحتاج ان اللعيبه دي تكون معاه في المعسكر عشان مش هيرجع القاهره، عشان الناس تكون جاهزه معاه، عشان المجموعه تكون متكامله اللي هيسافر بيها على الامارات. ولو لا قدر الله الاهلي خسر اول ماتش فهيبقى فاضل له ماتش واحد في كاس العالم للانديه اللي هو تحديد المركز الاخير، فساعتها الاتحاد الافريقي هيلاعب الاهلي ماتش شباب بلوزداد اللي كان متاجل عشان خاطر كاس العالم للانديه. فالاهلي برضه هيطلع من السعوديه على الجزائر عشان يلعب الماتش ده. عشان كده هو محتاج الناس دي تكون موجوده معاه عشان لو حصل اي حاجه من الثلاث سيناريوهات دول. تعالى بقى اتكلم كده كلمتين بشكل عام عن تمنياتي او توقعاتي للاهلي. بلاش توقعات لان مش سهل ان انا اقعد اتوقع 3 4 ماتشات، او مش سهل ان انا اتوقع ماتش يعني، خاصه ان انا الاهلي مستواه مش قادر اقول عليه وحش، بس هو في عيب بيخلي مستواه وحش وهو تسجيل الاهداف. الاهلي يلعب كويس جدا بس مش قادر يسجل اهداف، فالنتيجه اكن الاهلي وحش، فما اقدرش اتوقع اي حاجه للاهلي دلوقتي. بس اللي انا بتمناه ان اللعيبه فعلا تكون مصدقه ان دي اخر فرصه ليها ان هي تكسر الانجاز بتاع ثالث العالم للانديه. ان اللعيبه تحط في دماغها ان هي لو قابلت انديه تقيله، انديه صعبه، في منهم انديه فعلا كونهم بيشاركوا لاول مره في كاس العالم للانديه هتاثر عليهم بالسلب باي شكل، مش واخدين الموضوع بجد، حاسين ان هم عاليين على الناس كلها، مستسهلين الموضوع ايا كان، ويمكن مستواه اقل منك اصلا. فاللعيبه دي لعبت تقريبا 3 كاس عالم انديه ورا بعض، 80% من اللعيبه دي شارك في 3 نسخ كاس عالم انديه ورا بعض. كل اللي بتمناه كل واحد غلط غلطه في كاس عالم قبل كده، كل واحد غلط في ماتش قبل كده يقدر يتغلب عليها، يقدر يعالجها في كاس العالم ده. كوره زي بتاعه قفشه قدام ريال مدريد، ده درس كده لقفشه ان دي يعني دي لو الدنيا المفروض دي لو اتعادت لقفشه مليون مره يجيب المليون
مليون مره، يتصرف في المليون مره احسن من كده. الماتش الاهلي خسروا من فلامينجو البرازيلي بعد ما كان الاهلي فايز 2-1، الماتش يتقلب 3-2 او 4-2 مش فاكر. ده درس لكل لعيبه الاهلي، ازاي احافظ، ازاي امن، ازاي اهدي الماتش، ازاي اموت الماتش. هي كلها دروس الاهلي لازم يستفيد منها، لازم يشتغل على نقط ضعف الفريق اللي بيلعب قدامه. اتحاد جده الفرقه اللي فيها اسامي وفيها بس لا بتخسر عادي. يعني فرقه خسرانه من فريق ضمك ده، ولا ضمك بتاع طارق حامد 3-1. يعني فرقه ضمك دي ما كانتش موجوده على الخريطه السعوديه، مش من الفرق يعني اللي تكسب الاتحاد في طبيعته، لا ده بتكسب الاتحاد بنجوم العالم اللي معاه دول. فلا فرقه يتقدر عليها، ما خافش بالاسامي اللي موجوده في الفرقه. انا بلاعب فرق اسمها لوحده يرعب، وبلعب قدامها كوره، مش عشان فريق جاب لاعبين 2 3 دوليين او كبار اكش او ركبي اتخبط، لا انا اسمي تقيل، اسمي يهز اي فرقه قدامي بس. فهو ده رجاء عشان خاطر ربنا، اخر نسخه للاهلي في كاس العالم للانديه بالنظام ده اللي ممكن نلعب فيها فاينل، مش هوصل لابعد من كده. انا عايز العب فاينل بس يا سيدي. كده بقى وصلت لنهايه الفيديو، والسلام عليكم.